في عام 2003 أقلعت طائرة صغيرة من أستراليا يقودها طيار شاب اسمه فريدريك فالنتيش. بعد 47 دقيقة من الإقلاع اتصل بالبرج وقال: هناك شيء يطير فوقي، ليس طائرة، إنه يلمع ويتحرك بسرعة مجنونة. بعد لحظات انقطع الاتصال، ولم يعثر على أي أثر له أو لطائرته حتى اليوم. هل كانت مركبة فضائية ولا مجرد حادث؟ القصة حقيقية، واللغز ما زال بدون حل. في عام 2003 أقلعت طائرة صغيرة من أستراليا يقودها طيار شاب اسمه فريدريك فالنتيش. بعد 47 دقيقة من الإقلاع اتصل بالبرج وقال: هناك شيء يطير فوقي، ليس طائرة، إنه يلمع ويتحرك بسرعة مجنونة. بعد لحظات انقطع الاتصال، ولم يعثر على أي أثر له أو لطائرته حتى اليوم. هل كانت مركبة فضائية ولا مجرد حادث؟ القصة حقيقية، واللغز ما زال بدون حل.